بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الخليج السيارات يقدم لكم تجربة كاديلاك ATS كوبيه 6 سلندر 2016. السيارة هذه شركة كاديلاك عملت عليها بطريقة انها نقلتها من المرحلة الامريكية الى المرحلة الاوروبية، بحيث انها تنافس السيارات الاوروبية مرسيدس وبي ام واودي السيارات العريقة. السيارة هاي متقدمة تكنولوجيا، حجمها باب واحد ووزنها خفيف كذلك 1600 كيلو. السيارة هاي سبق لنا واحنا جربنا الاربع ابواب، الستة سلندر والاربع سلندر، تقدرون ترجعون لها في الارشيف في قناتنا في يوتيوب، نعطيكم تفاصيل اكثر عن هذه السيارة وتجربتها. الشكل الجانبي للسيارة مثل ما تشوفون ممتد من اول السيارة، خطوط طويلة ممتدة من اول السيارة الى اخر السيارة، كذلك خطوط الكروم اللي ما تستغني عنها دائما كاديلاك. السيارة هذه رياضية، نزلوها عدلوا التعليق، عليها رنقات جميلة جدا متميزة فيها. السيارة هاي أدائها جيد. سيارات الكوبيه العادة في هذه الفئة تنزل كشف، هل متوقعين ان احنا نشوفها بكشف قريبا؟ الله اعلم، لكن ليش لا؟ الامريكان يحبون ينافسون في كل المجالات، وممكن تنزل كشف بعد كم سنه اذا اضافوا مثلا فيس ليفت لها او غيره. الابعاد 1394 ملم، الطول 4663 ملم، العرض 1841 ملم، قاعده العجلات 2776 ملم، الوزن الاجمالي 1600 كيلو، سعه خزان الوقود 60 لتر، سعة الصندوق الخلفي 295 لتر. السيارة من الخلف لم يختلف كثير عن سيارات السيدان. العلامة الفارقة في كاديلاك الألمنيوم الستيل، وكذلك شكل الدبة والخطوط الطولية، هم يحبون الخطوط الطولية هاي دائما. بحمدان شو رايك؟ طبعا هاي علامة كاديلاك معهودة، يعني الخطين نعم، الإصابات هذه على شكل عمودي. نعم. عندك الاكزوزات جايه بشكل يعني قريب وايد من بعض، نعم في النص بالضبط. نعم زين. الدبة قصيرة، وايد قصيرة، جايه بشكل رياضي، يعني اتوقع انه يكون حجمها حتى من الداخل انه صغير، يعني 380. نشوف لما نفتحها ان شاء الله نشوف المساحة الداخلية. اعطيكم فكرة عن الشنطة الخلفية. بسم الله. شكل الشنطة الخلفية فيها مساحة جيدة طولية، وضعية جيدة، سعتها 295 لتر. طبعا هاي المساحة صغيرة لكن لازم تراعي انها سيارة كوبيه، كرقم صغير، بس انا اشوف يعني بالنسبة للكوبيه جيدة. في مجال يعني ان شنطة واحدة كبيرة او شنطتين صغار. سيارة غير مجهزة بتاير سبير، لذلك معناتها ان توايرها اللي هي رن فلات تقدر تمشي فيها وهي بدون هواء، توصلك للوجهة اللي تحتاجها. أعطيكم فكرة عن الماكينة. بونيت يفتح بطريقة اوتوماتيكية. المحرك يتكون من 6 اسطوانات من سعة 3.6 لتر بقوة 335 حصان عند 6800 دورة في الدقيقة. أما العزم فهو 372 نيوتن متر عند سرعة 5300 دورة في الدقيقة. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكية ودفع خلفي. شو انطباعك عن المحرك يا ابو يوسف؟ والله محركات جي ام يعني من احسن المحركات في العالم، 6 سلندر و8 سلندر هم من انجح المحركات. المحرك هذا مضغوط وحجمه صغير، يعني لو تشوفون حجمه من هني لهني فقط 6 سلندر، وهالمنطقة هاي إلى راديتر في فراغ كامل. مستقبلا لو بغوا يحطون عليه محرك تيربو أو محرك 8 اسطوانات يركب بكل راحة. السيارة مجهزة بنظام مغناطيسي للميلان اللي هو زد اف، من أجل الميلان المغناطيسي توازن السيارة وترد مرة ثانية بحيث انك ما تتعب فيها. موجود في هالمنطقة، موجود داخل اسفل المحرك. نعم، مثل الكورفت والكامارو اللي مجهزين هاي السيارات، فهذا يعطيك ثبات عالي على الحلبات اذا حبيت تنزل فيها. السيارة تتسع ل4 ركاب، هي سيارة كوبيه تتسع ل4 ركاب. حجمها متسع من الداخل. نعم، حجم متسع. الكومبينيشن اللي موجود رياضي، الخياطة او الجلد باللون الاحمر مع تطعيمات باللون الاسود من الكربون، والجلد الاسود مع خياطة باللون الاحمر. والشمواه بعد، شوف الجلد الشمواه هناك، جلد الشمواه. وعندك الخشب اللي هو خشب البيانو الاسود يغطي الطبلون اللي بالنص.
كيف وضعية الجلوس عندك يا ابو حمدان؟ والله وضعية الجلوس شوي ضيقة، يعني من ناحية شوف راسك في السقف. تصوير راسي انا زين، مو ماخذ راحتي، واصل للسقف مثل ما قلت لكم، طولي 178، فعلى اساس ان اجلس بجلسة مرتاحة لازم شوي انزل نفسي. اي نعم، وتمد رجلي شويه، لازم الراكب اللي قدامي يعني يعطيني مساحه شويه، لازم هو يتقدم اساسا انا اخذ راحتي. صح. حتى من ناحيه الاقدام وال يعني مساحه الراس، يعني ما تنفع المسافات الطويله. هذه السياره شوي يعني في المسافات الطويله يتعب اللي في الخلف، يعني راح يتعب، خصوصا يعني الناس اللي بالاحجام الطويله. نعم. فاتصور ان السياره مناسبه جدا اللي طولهم مثلا 170 او اقل. واحجامهم صغيره راح تناسبهم، بالعكس راح يكون لهم يعني الكرسي مريح يعني بالنسبه لهم. طريقه الخروج شوي صعبه بحكم وجود الحزام يعيق، فلازم انت تنزله الحزام وتنزل من تحته على اساس انه ما يسبب لك عرقله وانت نازل. بعد تعلقت ريلك. ها يعني لازم يعني ريلي، يعني صعب الوضع، صعب شويه هالموضوع. لو كان الحزام يخلونه فوق مثل السيارات الثانيه المعهوده، يعني طريقته يكون فوق اساس ما يسبب لنا عرقله في الدخول او حتى في الخروج. يعني فكره عن تشغيل السياره. بسم الله الرحمن الرحيم. العدادات في السيارة مثل ما تشوفون ما زالت كلاسيكية قديمة، لكن محدثينها بطريقة أخرى. لكن أتوقع إحنا بعد الموديلات اللي جاية تكون مثل الكاديلاك اسكاليد، تكون له الشاشة، تختار أكثر من وضعية للعدادات وتستمتع فيها بشكل أكبر. وهنا نظام الملاحة طبعا موجود فيها. أما نظام المكيف كله باللمس، كله يعمل باللمس مرة مرتين. النظام الصوتي كذلك نظام قوي طبعا، كاديلاك هاي مو بأي سيارة. أما باقي المواصفات جميلة جدا، فيها الجير من 8 نسب أمامية يساعد في الأداء العالي، ويساعد في التجاوزات، ويساعد في التحكم، وكذلك توفير الوقود. لكن فكرة عن تسارع السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الانطباع العام عن التسارع السيارة، إذا ما قلت لك إنها 6 سلندر بتظن على طول إنها 8 سلندر، بسبب قوتها وعزمها ما شاء الله بشكل جيد. ناقل الحركة مسوي شغل جيد. ثبات السيارة وخفة وزنها كذلك كلها ساعدت في الأداء هذا. بالنسبة للأداء اللي شفتوه، الأرقام اللي نحققها نحن طبعا ليست مثل المصنع، والسبب يعود إلى الحرارة العالية للسيارة، وكذلك إن بعض الأحيان الماكينة تكون ما تلينت بشكل جيد في المصنع أو في الوكالة. لكن أداء جيد، تسارع جيد، خفة وزن، مكيف جيد، في اللي هو العداد اللي منعكس على الشاشة، هاي كلها أمور جيدة. أبو حمدان شو رأيك؟ مثل ما قلت يعني أداء المحرك جيد. كاديلاك حطت لنا يعني صوت المحرك رياضي خلته، فأنت كل ما يعني تدعس على الريس تسمع هذا الصوت اللي يطرب، يعني يحسسك انك انت تسوق صدق سياره رياضيه. بالاضافه لوجود اللي هو نظام التحكم المغناطيسي بالتوازن بالميلان والميلان، فهالنظام يعني يساعدك ان تدخل المنعطفات على سرعه عاليه، وبدون ما تحس ان السياره تميل او تنحرف عن الشارع. انا اقول في شغله بعد ناقصه ثانيه، اللي بيحب يشارك في السياره في الحلبات، هاي سياره تنفع له. خفيفة وزن، أداها عالي، تحكم 8 نسب أمامية بشكل يدوي تقدر تتحكم فيها، هذا يعطيك أداء رياضي للحلبات. سيارة رياضية بصراحة إلى أبعد الحدود. بالنسبة لي أنا داخل المدينة لو بستخدمها باخذ رادارات ليه ما أقول، بس لأنها تغري السيارة. بخصوص العزل يا أبو حمدان، بخصوص العزل يعني مثل ما قلنا احنا السيارة قوية، عزلها بعد ممتاز، يعني ما تسمع صوت الشارع ولا الصوت من التواير. فمثل ما قلت انت راح تاخذ رادارات، يعني اكيد ما بتحس بزياده السرعه، يعني لان العزل اللي موجود فيها راح يمنعك انك تحس بسرعه. صحيح لانها بتمشي فيها بشكل عادي ما تحس انك تمشي، لكن من تسرع تثبت السياره بشكل احلى. التواير حجمها كبير. سيارة جيدة. جربنا الأربع سلندر وجربنا 6 سلندر 4 أبواب، وهاي الكوبي
6 سلندر السيارة ممتازة جدا. 6 سلندر أنا أشوفها كافية جدا. مستقبلا نتمنى أنهم يوفرون جهاز توربو بحيث أنه يخفف من الضغط على المحرك ويعطي دوران عالي وقوة أعلى أو عزم أعلى بشكل أكثر بحيث أنك تخفف ضغطك على المحرك. السيارة هاي تنزل في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية بنظام دفع رباعي وكذلك في أوروبا. نظام الدفع الرباعي يساعد على الثبات في الثلوج في الأمطار الغزيرة في الجبال. نعطيكم فكرة عن مستوى الضجيج الداخلي على سرعة 100 والمكيف شغال. بالنسبة لتجهيزات السلامة في السيارة مجهزة ب7 أكياس هوائية من ضمنها الستاير طبعا. وفي عندنا النظام الصوتي. النظام الصوتي يتكون من 12 سماعة من شركة بوز. نعطيكم فكرة عن مستوى الصوت. وأما إن كان من المكذبين الضالين. المميزات: سيارة ذات أداء رياضي فخم بنفس الوقت، تصميم خارجي مميز، نظام التحكم المغناطيسي بالتوازن والميلان، سيارة كوبيه تتسع إلى 4 أشخاص، محرك قوي رياضي متجاوب، ناقل حركة من 8 نسب رياضية، مستوى التجهيزات الداخلية عالية وتشطيبات ذات جودة ممتازة، سعر منافس للسيارات الأوروبية. العيوب: قلة عدد الدعايات، الحزام الخلفي للأمان عائق للدخول، عدم وجود تبريد للكراسي. النظرة المستقبلية: محرك توربو، توفير طراز الدفع الرباعي، توفير طراز مكشوف، توفير عدادات رقمية بالكامل، توفير محرك هجين. الاقتراحات: عقد صيانة مريح من 7 سنوات. السيارات المنافسة: BMW الفئة الرابعة كوبيه، مرسيدس الفئة E كلاس كوبيه، أودي A5 كوبيه، لكسس RC كوبيه. الأسعار: 197,500 درهم. التقييم: الشكل 8/10، الأداء 9/10، مستوى التكنولوجيا 8/10، السلامة 8/10، التكلفة 8/10، التقييم النهائي 8.5/10. نعطيكم فكرة عن الإضاءة الأمامية. LED النهارية الرئيسية، الليت العالي، إشارة يمين، إشارة يسار، معهم 4 إشارات. أعطيكم فكرة عن النارة الأمامية بشكل مختلف. الليت العالي، نظام الإضاءة الأمامية، اللمبات LED النهارية، أوكي، وكذلك الليت الرئيسي ونظام بروجيكتور اللي هو العدسة، وكذلك الإشارة الأمامية، والليت الأصفر اللي موجود هني اللي ينزل على السيارات الأمريكية. أعطيكم فكرة عن صوت الهرن. شكل الإضاءة الخلفية خطين طوال مع انعكاسات جانبية. شكل البريك الخلفي، بيت الريوس مع الكاميرا، نظام 4 إشارات، إشارة يمين، إشارة يسار. أعطيكم فكرة عن الإضاءة الداخلية للسيارة عند الدخول والخروج. بسم الله. ليتات LED 2 أمامية و2 خلفية. الإضاءة جيدة لكن اللون الغامج ماكل الإضاءة. شكل الإضاءة الليلية داخل المقصورة، العدادات، نظام الملاحة، المكيف، الجير. نتقدم بالشكر الجزيل لشركة جنرال موتورز الشرق الأوسط، ولا تنسوا عمل اشتراك للقناة وعمل إعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.